السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. نتوما كتشوفوا الفيديو، مرحبا بكم معايا في وصفه جديده. كنتمنى تكونوا انكم بخير وعلى خير، وشكرا بزاف على التعاليق ديالكم في اخر فيديو. نتمنى الاحوال ديالكم تكون كلها طيبه. اليوم ما شاء الله غادي نقترح عليكم مادلين بالحامض، كيجيو غزالين بلا ياغورت بلا حليب، وكيجيو النتيجه رائعه. نتمنى انكم فعلا تجربوهم، كيستحقوا تجربه. واللي جربتها كتخلي ليا في لي كومونتير كيف جاوها. ما غاديش نطول عليكم بزاف باش هكا ما تجيكمش لا فيديو طويله كيما معودين معايا، فيديو خفيف ظريف. غادي نخليكم مع المقادير وكذلك طريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، عندنا 2 حبات ديال البيض، عصير حامضه، قشور ديال حامضه، ساشي ديال سكر فاني وخماره، كاس الربع ديال السكر وكاس الربع ديال الزيت وكاس الربع ديال الماء عادي من الروبيني، قبيصه ديال الملح و2 كيسان ونص ديال الدقيق وعلى حسب الخليط. هنا في اناء اوضعت 2 حبات ديال البيض، قبيصه ديال الملح، غنضيف لهم ساشي ديال السكر فاني والقشور ديال الحامضه ولا قشور 2 ديال الحامضات، وغادي نضيف لهم داك كاس الربع ديال السكر، واللي كيبغي الحلاوه فيضيف كاس كامل ديال السكر. صافي غادي نطرب الخليط مزيان حتى كيولي اللون ديالو ابيض، يعني كيولي لون فاتح على هذا الشكل هذا. كنبقى نضيف داك كاس الربع ديال الزيت وانا كنطرب حتى كيندمج لي داك الزيت مع الخليط، وغادي نخفض شي شويه السرعه ديال الباطور، وغادي نضيف داك كاس الربع ديال الماء. صافي وغادي نخلط العناصر مزيان، وغادي نزول الباطور، وغادي نضيف عصير ديال الحامضه. الا كانت صغيره ديروا عصير ديال 2 حامضات، وغادي نضيف الدقيق تدريجيا. انا في العادي كيهزوا لي 2 كيسان ونص ديال الدقيق، ولكن كيبقى على حسب النوعيه ديال كل واحد والدقيق والنوعيه ديال البيض. غادي ندخل داك الدقيق بشويه. الخليط كيكون نوعا ما ثقيل على الكيك، ما كيكونش بالقوام ديال الكيك. غادي نخلط داك الدقيق مع الساشي ديال الخميره، وغادي نضيف الدقيق اللي تبقى لي. صافي وغادي نخلط داك الدقيق مزيان، ونحاولوا ما نهبطوش داك الخليط اللي ديال البيض اللي طرفنا في الاول. يعني انا غير مزربه الفيديو، يعني تخلطوا غير بشويه. صافي كيف كتلاحظوا هذا هو القوام ديال لي كاب كيك. وغادي ندوز باش نوضع الخليط. انا هنا غادي نوضعوه في واحد البلاستيكه، ولا كتوضعوه في شي اناء هكا اللي سهل عليكم انكم توضعوه في القوالب ديالو. انا هنا وضعته في بلاستيكه يعني بحال الشكل ديال البوش. صافي وغادي نبدا نعمر به باش هكا ما كنخلطش الدنيا. صافي كنخلي واحد الفراغ شي شويه الفوق باش هكا كيلقاو فين كيتنفخوا، يعني ما نعمروش حتى الحد ديالهم حتى الفوق. الفران راه بارد، يعني انا ما شعلتوش حتى كنبغي ندخلو لي كاب كيك عاد كنشعلو. بالنسبه لدرجه الحراره انا كنطيبو على 200 درجه، وكنشعل عليه من الفوق ومن التحت يعني دقه واحده. وبالنسبه اللي عنده الفرن ديال الغاز فهو يشعل عليه من التحت عافيه متوسطه، ومن يطيبوا يهبطوهم للتحت يتحمروا. وهنا زينتهم بحبيبات ديال الشوكولا، وتزونوهم برقائق اللوز يعني اللي متوفر كتزينوهم، اولا غير بالسكر سنيده كتوضعوه من الفوق فقط كيجيو زوينين. صافي غادي ندخلهم الفران ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل ديالهم كيف كيجيو. هنا كيف كتلاحظوا وضعتهم الفران اللي باقي ما شعلتوش، يعني عاد حتى دخلتهم عاد غنشعل ليه. درت واحد 20 دقيقه. غادي ندير 200 درجه من الفوق ومن التحت، وغادي نخدم المروحه كيف كتلاحظوا. صافي نتلاقاو ان شاء الله من يطيبوا. هنا من بعد ما خرجتهم من الفران كيف كتلاحظوا كيف كيجيو منفوخين وطالعين وناجحين. غادي نخليهم يبردوا شي شويه. الفيديو ديالنا وصلت النهايه ديالها. نتمنى الوصفه اللي اقترحت عليكم تنال الاعجاب ديالكم. وصفه اللي سهله كتوجد دغيا. المقادير ديالها كنظن انا راه متواجده في كل بيت. المذاق ديالهم كيجي رائع، اخص عشاق ديال الحامض فغادي تعجبكم بزاف بزاف. كيجيو مقرمشين من برا وكيجيو خفافين من الداخل.
وطريقة التحضير ديالهم راه دغيا وما كياخدوش يعني وقت طويل، يعني حتى في الطريق في الفرن ما كياخدوش وقت طويل. تقريبا انا خدا معايا 20 دقيقة تقريبا كانوا واجدين، يعني على حسب كل واحد والفرن ديالو كيف دايرين. غادي نحاول نفتح معكم وحده واخا راهم مازالين سخانين بزاف. يعني يلا خرجتهم من الفرن، نتمنى انه يكون واضح لكم. فوالا كيف كيجيو. وكيف عادة لا عجبتك الوصفة وعجبتك لا فيديو ما تنسانيش تخلي لي لايك، وكذلك تخلي شي كومونتير واخا تخلي لي فيه غير شي قليب. وكذلك ما تنساوليش لي لايك وتبارطاجيو لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء باش هكا نتشجع اكثر ونبقى نحط وصفات اكثر. يعني كيكون عندي وصفات كثيره، ولكن ملي كنشوف يعني المشاهدات قليلين فكنعكس شي شويه. وما تنساونيش من لي لايك والبارطاج ونقول لكم نتلاقاو فيديو جديد مع وصفة جديدة ان شاء الله. تهلاو لي في راسكم.